السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة، غنقدم لكم واحد الوصفة الاكثر طلبا في الشهر الفضيل، وصفة الاقتصادية ومنعشة وبثلاثة المكونات فقط. كنحتاجو في هذه الوصفة هذه جوج برتقالات يكونوا مغسولين يعني مزيان مزيان. غرضنا بالقشرة ديالهم، يعني خاصهم ضروري يكونوا مغسولين مزيان. كنحكو ديك القشرة الفوقانية، كنأكد غير على القشره الفوقانيه فقط، ما توصلوش لهذيك القشره البيضاء باش ما تجيناش الوصفه مره. كنحكو هذيك القشره، يعني كنحكو هذوك جوج برتقالات بجات، يعني نحيدوا لهم ديك القشره الفوقانيه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. بما ان الفيديو السابق ديال العصير الحامض لقى استحسان ديالكم، قلت علاش لا ما نجربش معكم هذه الوصفه هذه اللي بالبرتقال، اللي اقتصاديه ومنعشه واكثر طلبا في الشهر الكريم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في ديوركم. صافي كنستمر حتى كنسالي هاد جوج برتقالات. انا مزربه الفيديو باش يجيكم فيديو قصير تشاهدوه كامل. كنضيفوا كاس ديال سنيده، وكنضيفوا واحد الياغورت باي نكهه كتفضلوا نتوما. انا درت هنا نكهه ديال الفاني، تقدروا ديروا ديال البنان، وتقدروا ديروا جوج ياغورت ماشي غير واحد. انا يعني كان عندي غير واحد درتو، وتقدروا تزيدوا حتى بنانه في هذه الوصفه هذه. من بعد كنقشر دوك جوج ليمونات اولا جوج برتقالات، كنحيد لهم دوك القشور ديالهم وكنقطعهم على هذا الشكل، وكنحيد لهم ديك الجلفه البيضاء اللي كتكون في الوسط وفي الجناب وفي كل شيء. الا كان شي عظيم كنحيدو. هاد البرتقالات ما فيهمش العظام. صافي كنقطعهم وكنضيفهم للخليط. وصفه اللي سهله وكتوجد يعني في اخر لحظه. شاركت معكم جوج طرق باش نقشروا البرتقال، يعني تختاروا منها اللي يناسبكم باش كتحيد لينا هذيك ديك الجلده البيضاء باش ما كيجيناش مر. واللي ما شاهداتش الفيديو السابق ديال العصير ديال البرتقال ترجع تشوفوا. اللي ما شافتوش راه فلتات عليا واحد العصير اللي هو واعر واعر البنات، راه كيحمقوا عليه الوليدات. يعني غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. دائما كنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. صافي كنضيفوا شويه د الماء وكنخلطوا. يعني هنا الماء ماشي ضروري يعني يكون، يعني الماء نتوما كتحكموا فيه في القياس ديالو على حسب الختوريه اللي بغيتو ديال العصير. تقريبا انا استعملت هنا ما كاملش يطرود الماء، ما بغيتوش يجيني خفيف. صافي كنطحن هاد العصير مزيان. تقدروا ديروا اي طحانه كتناسبكم. كنطحنوه مزيان وكنصفيوه، واللي ما بغاش يعني تصفيه تخليه هكاك، يعني لكم الاختيار. كلتا الحالتين كيجي زوين. يعني وصفه اللي ناجحه واقتصاديه وبدون تعقيدات. كنصحكم انكم تجربوها، اكيد غتنال الاعجاب ديالكم. وعطوني يعني التعاليق ديالكم، الاراء ديالكم كيفاش جاتكم. وشاركوا هذا الفيديو باش تعم الفائده. شاركوا الفيديو، بارطاجيوه في المنتديات ديالكم ومع العائلات ديالكم. وهذا هو الشكل ديال هذا العصير هذا، كيجي منعش وكيجي واحد اللوين ديالو ما شاء الله. كنتمنىكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وإلا بغيتو تغنيوه اكثر ضيفوا ليه واحد البنانه كيف ما قلت لكم، باش اللي بغاتو يجيها يعني خاطر دير ليه واحد البنانه. وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم، وصفه جديده بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.